بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أكا سلمى ربي ذنفي في اللون الخصوص الساقي تنخصص بور صحاب الباك لايف باقي دونك ان شاء الله نرجو دالين لي زيلافي يساعدين الباك وإذا يعني بارطاجيت لو ماكسيموم ولكن لايف هذه وضار وإذا يساعدين البكالوريوس سكوساقي فات لو بارطاج او ماكسيموم. انا نرجو واحد 5 مينوت الطون هاد لحقا لي زيلافير كل يساعدين الباك ان شاء الله. ثاني وذاك يعني يتابعن زعما ظفرن خاطر الدروس الشرع الدروس الشريعه الدروس العلوم الاسلاميه دناوي نسقردش يعني ولكن نخصص صحاب البكالوريا. دونك انا نرجو كيلك مينوت ان شاء الله الدليل كون بارطاجي سورتو لي زيلاف بارطاجين وكذا يساعدني دوكا يساعدين البكالوريا ان شاء الله. ايوا كنا نهضر في يور كل الدروس الخصوص 10 دروس مزوره عند الباك هذه بازي في اللاس وكي سي كوني 75% هذه لي في او ميم طون وين يسعني يعني سقسي غادي هكي ان شاء الله. ايوا كان نجاوب في اللاس مي لا نكورتي فيه ما انا عاشو نجاوب في سقسين نون يعني إكشو الدنر لي كوراكي بوسعد كاوز ربي سليم يركل لي وقال ديولين بارطاجيت الخصوص وإذا كيساعدين البكالوريا تاكا أسلامة سكرو نوبل ديفين يركل لي مراد بارطاجيت. أنا رجوت بارطاجيم لو لايف ونرجو أدانونا دالين إن شاء الله باش نفدو يارا باش يتوحو يارا تصن وشد نشرح وتيد نتعاود إن شاء الله. وذاك يسعن وقادي سنيتيلين بارطاجين الزول فلاك الشيخ الزول وني الله عليك وتكي عوز ربي. فات لو بارطاج أقلنا هذه البداية 5 مينوت. أنا نرجو معليش خاطرني ليد وإن شاء الله الدناوي يركل لي كوراك إن شاء الله. اون فا ايسيي دو فير دي ريزومي نولي مشي تسكن ديال البكالوريا الطريقة مشي هاد جاوبم مشي يركل يعني وكنا دي لي ون بري يوزك إن شاء الله. سلام أخويا شعبان. Merci de ma chère. J'ai oublié enregistrer le live sur YouTube. Oui, on suis en train de voir sur YouTube. C'est direct déjà. Tu vois là le. يودي وسنا فيها ميثود دي يوتيوب ان شاء الله. ان توكا دي الفيسبوك فات لو بارطاج يتمثل تسمتين سلامة توفيق سونيا بارطاجيت لو لايف. نتعطي لها نبدو دون كيلك مينيت ان شاء الله. بارطاجيت ماكسيموم. سلام اخويا توفيق مكتسي صافا سلم وكافة مثلني كير كلي. بارطاجيتي وكنا نبدو ان شاء الله ثورة ونتعطي لها.
أنا نبارطاجي ديال الفيسبوك كي نظن نديماري إن شاء الله. فات لو بارطاج او ماكسيموم صحاب الباك، بارطاجي تاد استفدن هذا وين الفايدة صحاب البكالوريا إن شاء الله. Partagez au maximum live agui, ça le fait pour les terminales. Ayan démarre Inch'Allah. Sur un démarrer. Normalement c'est bon. 10 دقائق. Bien sûr une fois كل ما نكفو un cours نا deux cours يوم ما لي ساعة كيما سلام حمزة يسأل لي كيستيون تي ديبوزي مي هادي كونسونتير سورتو هادي السياد يفهم لي كوراكي خاطر هو قيد الصح هادي يفهم يعني كي قال كي قلت ورا الدرس هادي يفهم الدرس هاكي ان شاء الله اون فا ايسيي تيدنا ادن سقاردش تيدنا دناوي سلاقل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يمكن زرا إذن الدروس مزوروس الخصوص مزورو والسين هي دروس في العقيدة. الدرس الأول هو العقيدة الإسلامية وآثارها على الفرد والمجتمع. العقيدة الإسلامية وآثارها على الفرد والمجتمع. أشو المعنينس؟ المعنى العقيدة يجي سعى الانفلونس في الفرد والمجتمع، سعى الأثر، أثر إيجابي تؤثر في الفرد. دونك زعما ندفك آية حديثة كاينين في الآية أثر على الفرد استخرجه، أثر على الفرد. الأثر نكون ينزرا الأثر يعني للا في القضية السين لا ثلاثة أمزورو الاطمئنان، هذه يسعو الاطمئنان وجي أثر على الفرد الاطمئنان النفسي، أن يكون الإنسان مطمئنا. أتصل الآية قلان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم. وجد الأثر مزور. الأثر الأول هو الاطمئنان النفسي، أن يرتاح الراحة النفسية. وجد أثر العقيدة في على الفرد. أثر ثاني الاستقامة، الإنسان الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يستقيم. إذا العقيدة تؤثر في الأخلاق. وجد من جهة الفرد الذي يؤمن بأن هناك الآخرة، هناك الله، الحساب، الجنة، فيستقيم، فتستقيم أخلاقه ويستقيم على الصراط المستقيم. فقال ربي سبحانه ربي ناسين في صلى الله عليه وسلم استقم كما أمرت. وقال الشاهدة داوود ذي البكالور استقم كما أمرت. أثر الثاني. الأثر الثالث العقيدة تؤثر سال أثر في الفرد. الأمر الثالث تعرف الإنسان السكن أفريد العقيدة الديني من هو هذا الإنسان، لماذا خلقه الله، وإلى أين يسير المصير. إذا العقيدة تؤثر في الفرد حيث تعرفه السكن أنوة الإنسان من الذي خلقه ولماذا خلقه وإلى أين يصير. إذا العقيدة لها ثلاثة أثر على الفرد. أمزور الاطمئنان، والسين الاستقامة، والثلاثة تعرفه وتعرف يعني ذاته ومصيره. الآيات كثيرة، وإلي المصير وإلى ربك الرجعة، هذه آيات أدلة شواهد. وقال ثلاثة أثر العقيدة على الفرد. أنولي أثر العقيدة على المجتمع، أي العقيدة الإسلامية، الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، يسعى الانفلونس بوزيتيف في المجتمع. أشو يتسوي المجتمع؟ يتسوي الأخوة والتضامن. المؤمن أخو المؤمن، ربي قال إنما المؤمنون إخوة. إذا العقيدة الإيمان يتسوي ثهمت
تزود التجمات، تزود التعاون بين الناس. وقال الأثر مزوار. الأثر الثاني في المجتمع في لاسوسيتي الصالح والإصلاح. يصبح الفرد صالحا ويصلح مجتمعه، هذه لي ينفع نفسه وينفع مجتمعه. وقال الأثر الثاني. الأثر الثالث يتحقق الأمن في المجتمع، يصبح الناس لهم أخلاق، يستقيمون، فلا يرتكبون الجرائم، فيتحقق الأمن. ثلاثة، إذا ثلاثة فردي، ثلاثة في المجتمع. ثلاثة الفردي على الفرد، الاستقامة، على الاطمئنان، وكذلك أن تعرف الإنسان ذاته. ثلاثة في المجتمع تمزوروث الأخوة والتضامن والتعاون. الأمر الثاني الصلاح والإصلاح. الأمر الثالث يتحقق الأمن. ذا قلنا الدرس مزوار. دونك ما إلا توسد الآية، جاءت آية أو حديث، نحاول كيف نفهم هذا الأثر ونستخرجه. أم الباك بلو نند ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. دونك الآية واضح تتحدث على الصلاح والإصلاح، وهو أثر على المجتمع. أكالي لا يخدم. وقيد الدرس إن ما راهو معقد ما. أما التعريفات، تعريف العقيدة هو الربط، هو الإيمان بالله واليوم الآخر، وقيد سي تيوريكي سهل. وقيم باس نروح الدرس الثاني. ما إلى تلميذ وفي مرة أغديني. الدرس الثاني أشوث وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية. وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة. أشو المعنى الدرس هيك؟ يعني ماذا استعمل الله في القرآن الكريم من أساليب ووسائل ليثبت الإيمان، إيمان الإنسان الذي يؤمن، يثبت إيمانه، يثبت إيمانه بالله، إيمانه باليوم الآخر، الإيمان يثبت. وقبل نوالي الوسائل إلا يعني قاكيون العنصر زمنا تدفكن أسباب انحراف العقيدة. مرة تنحرف العقيدة. في بعض الأحيان عقيدة الإنسان تنحرف، يصبح الإنسان يعبد الشجر والحجر وكذا. أفيغر أشينين ذي الباكاكين ما هي الأسباب؟ وقي لي لا في ني با يعني دوموندي الشرح نسن هذه السين كان الأسباب. أمزورو الجهل بالعقيدة والسنانة فاش قالت فثام غارث مرة تخدم الأمور شور الشرك ولكن هي لا تعلم. إذن أولا الجهل بأصول العقيدة. سنين مرة تجد الإنسان يتعصب، التعصب يزرع الحق ولكن يتعصب، يزرع ولا بلي السنين الحجر والشجر لا ينفع، ماذا للإله لا يمكن يكون إله، ولكن هو يتعصب. أكيني أكيدو فعل الجدود كذلك وجدنا آباؤنا يفعلون. ويخلص التعصب مذموم. التعصب وهو أن يعني أن يبقى على الجهل ولو اقتنع أنه على خطأ. والأمر الثاني، الأمر الثالث تقليد الأعمى. هذه التبع كان قوم تبع، وقي السبب هذه التبع بلا ما يحوس هذه فهم، لا يريد أن يفهم ولا أن يعرف الحقيقة فهو يقلد. وقي سبب انحراف العقيدة. في بعض الحين لسبب من الغفلة، يصبح الإنسان غافل، يعني كل مرة يقول لك سأبحث عن العقيدة الصحيحة، سأبحث عن الإيمان، أدحوسان ديل الإيمان، أدحوسان يعني أفريذي إصحان، أدحوسان العقيدة الصحيحة، ولكن يغفل. فالغفلة تأخذه ويبقى على العقيدة الفاسدة ويبقى على الأفكار الخاطئة في ما يتعلق بالله أو باليوم الآخر. السبب الخامس هو شهوات، اتباع الشهوات والملذات والغرائز. يعني يوفيمانيس وجد نفسه في هذه المعاصي فيبقى منحرف. ويجد الأسباب، إذن أسباب انحراف العقيدة. إذا مرة يزمر دس في بكالوريا الدياسك دينين مثلا أذكر سبب أو 3 أسباب من أسباب انحراف العقيدة بدون شرح. أستدف كذا الجهل بالعقيدة، التعصب، التقليد الأعمى، اتباع الشهوات والملذات والغفلة.
هذه هي الأسباب. ثورة نوح الغلو في الدين. وقينا السؤال: ما معنى الغلو في الدين؟ الغلو في الدين هو الدخول والتعمق في الدين. تعمق في الدين، نهى الشرع عن التعمق كثيرا في الدين. الغلو حتى تصبح مثلا تحرم كل شيء، كل شيء يصبح حرام، أو تبيح كل شيء. الغلو في الدين. وقيل الغلو خلاص هادشي الشموض مليح مليح مليح، هذه الأمور ولا قنارة. هاد النغال الوسائل قيثورة خاطر تيجي تسكن ديال البكالوريا أدفكن الآية أكينين مثلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يتفكرون. مرات تكفوا الآية يعقلون يتفكرون، ولكن الآية ذكرت الآية عدة مخلوقات. يعني الوسائل، شو الوسائل إذن؟ أي أساليب كيف يثبت الله الإيمان. الأساليب إذا مادة سندي الباك دفكن آية أو حديث شتيني أتوالي تفهمت، تحاول كيف تفهم الآية. موضوع الآية تتحدث على ماذا الآية؟ باش تسفغ تستخرج الوسيلة التي استعملها الله سبحانه وتعالى. ونحن عندنا 5 وسائل، 5 وسائل قلنا: إلى إثارة العقل والوجدان، إلى التذكير الدائم بمراقبة الله للإنسان وبقدرته، إلى كذلك مناقشة الانحرافات، إلى 4 5 رسم صور المؤمنين المحببة أو رسم صور الكافرين المنفرة. أشوط 5 ياي مرة ربي سبحانه باش نامن يثير شو المعنى؟ ستيمول، يثير العقل الإنسان حتى يتفكر ويتدبر في المخلوق. أسيقى ربي سبحانه: قل انظر ماذا في السماء، قل سيروا في الأرض فانظروا ماذا خلق الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. هذه الآية تثير العقل. إذا الوسيلة إثارة العقل، واضح. زمرنا دير إثارة العقل والوجدان. لا معنى الآية تهدر في العقل، تثير الانتباه. أكدين نشرح هذه الوسيلة ياك السينيض. ربي سبحانه، الله سبحانه وتعالى يثير عقل الإنسان حتى يتفكر ويتدبر في مخلوقاته. والغاية إلا قد تكمل، والغاية من ذلك حتى يؤمن أن الله هو خالق هذا الكون. أكاكيت بضض النتيجة للوسيلة. إزمرت لذي الآية كذلك إثارة الوجدان، العاطفة، عاطفة الإنسان. الله كيف يثير العاطفة؟ يذكره بالنعمة. أزدي ذكر النعمة أسيني مثلا الآية داوي الآية: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم. قرب بين تكوني دي صفوان سقعبض قماش لا تعلمون شيئا، والسن مارا وسعى مارا ثموسني. ولد فكر ربي ثورة النعمة: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. سجي إثارة الوجدان، يثير العاطفة. لماذا؟ لكي يتأكد عند الإنسان أن الله هو خالق النعمة. إذن شاشو الدنيا إن الله يثير وجدان. الوجدان هو العاطفة، أحاسيس الإنسان، حتى يتفكر ويتدبر في النعم، نعم الله، حتى يدرك أن الله هو المنعم ويعترف به. إذن أكاكيد بضل النتيجة عن الوسيلة. أكاكاش تشرح الدنيا ونعم الله كثيرة، منها السمع والبصر والحياة، خلق النباتات، إنزال المطر من السماء، هذه النعم. إذن الله يثير النعمة حتى يقنع الإنسان
أنه هو صاحب النعمة، وإذا اعترف الإنسان فقد آمن بالله. يبضرب بها النتيجة. تجي الوسيلة الأولى إثارة العقل والوجدان. مرة قد في كندي الباك تأتي آية تتحدث عن نقاش بين نبي وقومه. نوح مثلا كان يناقش قومه على الأصنام. قال الأصنام هذه لا تنفع، فهي لا تسمع ولا تضر، وهي مخلوقات، فهي أمور مربوبة، فلها رب، فهي تسير وفق ما أراد الله. إذا ماذا يفعل النبي؟ يناقش الانحراف. إذا شيني كتلميذ أدس قصة من قصص الأنبياء، تناقش هذه القصة الانحراف في العقيدة. الدين مباشرة الوسيلة هي مناقشة الانحرافات. لكن نشرح الوسيلة. السند الله من خلال الآية يناقش انحراف الذي وقع في العقيدة في هذا القوم، يناقشه بأسلوب العقلي حتى يصل إلى العقيدة الصحيحة. أي أن الله يريد من خلال هذه القصة أن يثبت أن العقيدة الفاسدة ليس لها أدلة وحجة، لكي يدحض هذه الرز العقيدة ويسعنا للساس. أكيد خدم سيدنا إبراهيم، سيدنا عيسى، أكيد خدم سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح. إذن أشو المعنى مناقشة الانحرافات؟ أي أن الآية تتحدث عن الانحراف ويناقشه الله بأسلوب عقلي، بالدليل العقلي والحجة والبرهان. أشو النتيجة؟ فين غيخدمك ربي؟ ليثبت العقيدة الصحيحة. فوالا أتصوض النتيجة. الوالد إنه يوجد بعض الكلمات تساعدنا على معرفة. عدت هذا الشيخ أشو أدي الدون أشو أدي نهدر فشو دي الدون وكشو كي قد الدون أشو نهدر أدي الدون الدروس أجي أنهدر في لاسندو قد الدون. إذا ندس وسيلة يجي قناة مناقشة الانحرافات. أخلص. 2. 3. الآية تأتي وتتحدث على أن الله يرى، وأن الله يبصر، وأن الله يشاهد، وأن الله فوق العباد. التذكير أن الله يراقب الإنسان حتى يتأكد للإنسان أن الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء ويعرف كل شيء. وهكذا الإنسان يراقب نفسه فلا يرتكب ما لا يجوز ارتكابه من الكبائر والجرائم، ويستقيم لأنه يؤمن بهذا الإله، يؤمن أن الله يرى، أن الله يعلم، أن الله يبصر، وأن الله يسمع. وجي إذن الوسيلة شت هو التذكير الدائم أن الله مع الإنسان، أن الله يراقبه ويشاهده. الوسيلة 3. وسيلة 4 والخامسة أكني الحوت. وسيلة 4 والخامسة أكني الحوت أكن، وهي رسم صورة للكافرين، رسم الصورة للمؤمنين. أدي يرسم ربي أغديني الصفات للمؤمنين أهل الجنة. وقي عقيدة، أخطر الجنة عقيدة، فالله يريد برسم الصورة للمؤمنين أن نؤمن بالجنة، وأن الله أهيأها للمؤمنين فيصفوا صفة نسن، لكن أنهم يؤمنوا ويعملون الخير وينفقون هذه الصفات المؤمنين. إذا ذاكي أشوت الوسيلة رسم الصورة المؤمنين المحببة، صفات المؤمنين. في بعض الأحيان يرسم الله صفات الكافرين، لكن مثلا الكافرين لا يؤمنون، لكن مثلا يكذبون، مثلا لكن يستهزئون بالدين وبالله، لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالقضاء الله وقدره، يقتلون الأنبياء. تلقى صفات الكافرين،
صفة تاكي والهدر يقتلون النفس التي حرم الله يشهدون شهادة الزور. هذه صفة الكافرين، هذه صفة الله عز وجل ليؤمن المؤمن أن هنالك الجنة والنار. فالله عز وجل يرسم لنا صورة واضحة لأهل الجنة وصورة واضحة لأهل النار، حتى لا نكون من أهل النار وحتى نكون من أهل الجنة. دي التشريع دي الكتاب المدرسي بند الآية مثلا في المؤمنين: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مثلا صفة المؤمنين: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تجي صفة المؤمنين. صفة الكافرين يبود ربي أنهم الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، وهم كذلك الذين قانطين، سان القنوط، اليأس، الديزيسبوار، وهم يستهزئون بوجود يوم القيامة. تلك صفات الكافرين. إذن وسيلة يجب قارن رسم الصورة المحببة للمؤمنين، رسم الصورة المنفرة للكافرين. هذه هي الوسيلة. النوع هذا جيب لك إلى يون إنك وجي مازال بضارة أغرس على كل حال. إلا يون الناس ذا جاء سقسينس حميد إن كيف نفرق بين إثارة الوجدان والعقل. أسلم أخويا شريف، أسلم يكو قد يكشمن وقد يتفعن ويتفرن. نند إثارة العقل الآيات الله يختمها بقوله تعالى: لآيات لقوم يعقلون، لآيات لقوم يتفكرون. أكيد تختمر بسبحانه. أما الآيات التي تثير الوجدان الله يختمها بقوله تعالى: لعلهم يشكرون. أفلا يشكرون. تختمث اون جينيرال الشكر لله سبحانه. أعطي التوش سكون أبيل العاطفة، الوجدان. ولين ديفيرونس اختار بين الند ما قد يقر إني أعطيت لكم النعمة، هذه نعمتي لك. وجدان يعني لا يحتاج إلى العقل لكي نعرف أن الله هو الذي أعطى لنا البصر. فالبصر موجود، فالبصر موجود. ولذلك ولو كان يعني تلميذ يمكن أن يكتب مباشرة إثارة العقل والوجدان معا. تفيك التورا مسموح أكاكيبو لله ذي الباك يزمر داخل مكة. أما قضية يعني التلميذ قالت أن تتعود شاك فوا سؤالك في المساواة والعدل. الفرق بين المساواة والعدل: العدل أوسع من المساواة، ولكن لقد نقيم أديسبوز ليلاف لي كيسيون في الدرس، خاطرني الدرس كي نزمد نوض الغرس. إذا يوني كونسونتر في الدروس كي نخدم الدروس كي باش نحوس العقل. فأدنغال إذا العدل أوسع من المساواة. العدل هو وضع الشيء في مكانه، أما المساواة هو أن نسوي بين اثنين، أديسيون مظلوم يون ظالم. المساواة هو أن نحكم جستومون بالعدل. يونس نفك الحقيس ويرسنك الحقنك فاضياوي لأنه ليس حقه. إذن المساواة هو جزء من العدل، فالعدل أوسع من المساواة. والمساواة دايما يتيلي اونتر دو، اونتر تروا، اونتر كذا وكذا. أما العدل سي با اوتوماتيك، نو. زعما روحي الحقي وضح الظلفة سي القاضي سيني أين حقي؟ أين حقي؟ أعدل. يظلم ذي الميراث أذوحا القاضي سيني أعدل. فهذا تظلم تقشيش أسكس الحقي زعما بس تروح القاضي سيديفك. وكيما قال العدل، العدل هو أن نعطي لكل ذي حق حقه. أما المساواة فأن نسوي بين الناس في تطبيق الأحكام. أنا كيف مدن ما نطبق العادل. أفاش تلقي حديث إني أدنوي بتتر دون زان انستون أثناء الدرس كي نكفت على كل حال في وسائل تثبيت العقيدة خلاص. حديث المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن المساواة في غير خاطرني فغان قريش أذفرق نجاثم طوثاني وقذوياض أن يفرقوا ولا يطبق الرسول عليها حد السرقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شدد
قال لا فرق بينها، لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ذكي حديث المساواة، ولكن الندى المساواة هو جزء من العدل، فمن طبق العدل فقد طبق المساواة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز أن نفرق بين القوي والضعيف، وبين الغني والفقير، وبين صاحب الشأن والوضيع، لا نفرق. هذه هي المساواة، أي تطبيق الحدود وأحكام الله على جميع الناس، هذه هي المساواة. ثوران نوح الدرس واير ثوران نخدم سن دروس أثر العقيدة على الفرد والمجتمع، وسائل القرآن في تثبيت العقيدة الإسلامية. النوح الدرس ثاني تكنتي داتاس، وهو ما يتعلق بمقاصد الشريعة الإسلامية. وكيف كانت دلاني باسي دون لو بريمي سوجي et le deuxième sujet قالنا مقاصد الشريعة الإسلامية. أمزوارو أشو المعنى المقصد؟ المقاصد والأهداف، سي لي زوبجيكتيف، هي الغايات، مقصد. أما الشريعة هي الأحكام، الحلال، الحرام، المكروه. إذا التيتر لا لوسون يا شو المعنيس؟ أي ما هو أهداف؟ أفيغ ربي سبحانه أحل شيئا وحرم شيئا، وأوجب شيئا وسن شيئا، وأباح أمورا. لماذا؟ ما هي المقاصد؟ أي مقصد الله عز وجل من هذه الأحكام. وقال قراصن إذن مقاصد الشريعة الإسلامية. مقاصد الشريعة الإسلامية تصقلان مقاصد العلماء شو دنان مقاصد داكي. أم الإمام الشاطبي نتا غيدا مزوارو إند المقاصد داكي مدنا سنوالي دابور المقصد العام أم قراحة نشوذ هو سعادة الإنسان. ما يسد البكالوريا ما هو المقصد العام للشريعة؟ ما هو المقصد؟ ما هو الهدف؟ السنين المقصد العام للشريعة الإسلامية هو أن يكون الإنسان سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. أكا لقد ديني الإنسان ديني أن يكون الإنسان سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. وقي من حيث يعني المقصد العام. المقصد العام أم يقال كيثورا الهدف، الغاية الكبرى من الشريعة. من بعد كاينين ما هي مقاصد بالتفصيل. مقاصد الشريعة شحال هي المقاصد؟ لان ثلاث مقاصد، إلا ضروريات، لا الحاجيات، لا التحسينيات. هي ثلاثة قلان وهي مرتبة. ضروريات تمزورة، من بعد الحاجيات، من بعد التحسينيات. شحال لان ثلاثة، 1 2 3. لا إذن مقاصد الضرورية، لا المقاصد الحاجية، لا المقاصد التحسينية. أما المقاصد الضرورية أكدينا شوت المقاصد داكي ضرورية كي سون تري امبورطونت. السنين هي الأمور التي لا يجوز أن نستغني عنها. لو كان تركناها لجاء الفساد في الأرض وجاء العقاب يوم القيامة. المقاصد داكي الضرورية ونزمرانا أنفرط ذيك ست النجد لي سي با بور سي تري امبورطون. وهي 5 أمور: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ العقل، وحفظ المال. 5 الأمور قلان أمر الله ربي أمرنا أن نحفظها. 5 الأمور تمز ورث الدين يلقى هذه للدين ذي القاعة، هذه للإيمان، العبادات، هذه اللي نفردنا يمكن عبد ربي سبحانه، تزليط، صوم، زكاة، حج. هذه للإيمان بالله واليوم الآخر، هذه 7 الأركان. وغير كل قناس حفظ الدين. هذه للكتاب محفوظ، كتاب الله سبحانه وتعالى. وقي حفظ الدين صافي الآية ما هذا في الإيمان ديريكتومون الدين. المقصد هو ضروريات، لكن ما هو القسم بالضبط؟ فصل الناس هو حفظ الدين. ما في الظل كيف الصلاة، الصوم، زكاة، ما يهضر في الأذان، ما يهضر في الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، ما يهضر دوك اللي في القضاء والقدر، فهو من ضروريات وهو حفظ الدين. من بعد شد ياسن حفظ النفس.
حفظ النفس أم كتفيق أتهدر الآية تتحدث مثلا لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إن الله قد مثلا أن حرم قتل النفس وجعلها يأدس الحديث أن من أكبر الكبائر قتل النفس والإشراك بالله. أدس الحديث كاكي إذن حفظ الدين وهو في الإشراك لا يجوز، وحفظ النفس وهو عدم قتل النفس والروح. وقي حفظ النفس أديس الآية تحرم ما يسمى بالفواحش، الزنا والقذف وأمور حفظ العرض، حفظ العرض. أديس الآية تحرم مثلا الخمر، أدنيني ما هو المقصد، ما هو الهدف، أدنيني حفظ العقل. تزمن أديس الآية كذلك تأمر بالعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذه الآية هذه هي تفيد ماذا؟ تفيد العقل، فهو حفظ العقل. إذا الآية تفيد في حفظ العقل. الآية مثل تأمر أن يأكل الإنسان ويشرب ويتداوى، حفظ النفس، ماشي كالحرام، لا، يمكن دليل الفرض، يمكن الحرام. الآية ممكن تأمر بالإيمان، يمكن تحرم الشرك. فهو المهم الموضوع نفس هو الدين. إذا الآية تأتي مثلا تحرم مثلا الربا، حديث يحرم الرشوة، حديث يحرم مثلا الغش في البيع. وكيفان هو حفظ المال، حفظ المال. الحديث والآية مقصدها حفظ المال، وهو من الضروريات الخمس. خمسة يا جيم كاس نسمي الضروريات الخمس، الكليات الخمس. وجم نقاركني إذن الضروريات. إذن مقاصد الشريعة ثلاثة: الضروريات، من بعد شو يلان الحاجيات. الحاجيات هي الأحكام التي يحتاج إليها الإنسان، يحتاج. الإنسان المريض لا يستطيع أن يستعمل الماء، يحتاج إلى التيمم. إذا وجه من الحاجيات التيمم. الإنسان المريض لا يستطيع أن يصوم، يحتاج أن يفطر لا يصوم، هذا من الحاجيات. إذا الإنسان مسافر فتعب فصعب عليه الصوم، وجي رخصة، فرخص الله سبحانه وتعالى له أن لا يصوم. إذا كل الرخص تدخل في الحاجيات: التيمم، أكل للمسافر وللمريض والمرأة الحامل والمرضع، هذه كلها أحكام تدخل في الحاجيات، تدخل في الحاجيات. إذن ضروريات، الحاجيات، والثلاثة شوث التحسينيات. التحسينيات هي الجماليات، هي الجماليات. الجماليات هي أمور التي تحسن حياة الإنسان، هي تجمل حياة الإنسان. أم ينفق الآية تقول مثلا خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة هو الجمال، هو النظافة والطهارة. إذا مدس الآية في طهارة، أدس الآية مثلا في الزينة والجمال. نادس حديث إن الله جميل يحب الجمال. نادس حديث دين النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه في كل يوم الجمعة لابد الإنسان يغتسل ويتطيب ويذهب إلى الصلاة وهو طاهر. وهذه جمالية التحسينيات. ما لا يدخل كذلك في التحسينيات؟ الآداب، السلام، الإحسان، أخلاق في الجلوس، الأدب في الكلام، أدب يعني في الابتسامة عند وجه أخيك، الآداب. هذه الأنواع من الآداب في كل شيء، في الآكل، الأدب في الجلوس، في السلام، في الدخول إلى دار تستفضل. هذه الآداب والسلوك. كيف نسمي هذه الأحكام؟ تسمى مقاصد التحسينيات، الكماليات، الجماليات. هذه تحسن وتجمل حياة الإنسان. في الشريعة مقاصدها ثلاث: هناك ضروريات، ضروريات حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ العقل. وهناك الحاجيات،
يحتاج إليها الإنسان، وهنالك التحسينيات وهي الجماليات. إذن الآية أو الحديث عندما يأتي في البكالوريا نحاول كيف نفهمه أو نفهمها إن كانت آية جيدا، ثم نستخرج المقصد، ثم نضعه في مكانه. هل هو حفظ الدين، حفظ الحياة، حفظ كذا، هل هو من ضروريات أو الحاجات كذا. يمكن أن يأتي السؤال يقول ما هو الهدف، ما هو يعني الأثر من يعني ترتيب المقاصد داكي، ما هو الأثر، يعني ماذا نستفيد من ترتيب الناس؟ نستفيد هذا الترتيب إذا كان هنالك تعارض، إذا كان هنالك تعارض مقصد مع مقصد آخر، يعني لا يمكن أن نقوم بهما الاثنين، لا يمكن نحقق المقصدين. فماذا نحقق؟ نحقق الأهم على المهم. مثلا أدنوي المثال. Alors, Takainek, pourquoi durant les épreuves du bac, il y aura des questions sur ce thème? Oui, il y aura Taka. C'est une matière qui est du baccalauréat. C'est une matière علوم إسلامية. C'est تشرع ثم ثقينها الدرجة في اللاس يو أسن السفتكا. لا دي كيستيون كي. إذن في بعض الأحيان إذن أدس مثلا كيني أبيع الخمر، زنوزو الخمر. يوكل الدواء المال. يا كيني المهم المال. ولكن هذا مقصد صحيح وهو حفظ المال، ولكن هذا الذي تبيعه وهو الخمر شراب ماذا يسبب؟ ضياع العقل، ضياع العقل للناس. وهل العقل أولى من المال؟ لا، فالعقل أولى من المال. المال ليس أولى من العقل، فالعقل أولا ثم المال ثانيا. إذا تعارض مقصد من المقصد نقدم الأهم. إذا نسنني الله عز وجل حرم بيع الخمر ولو فيه المال حفاظا على العقل، لأن حفظ العقل أولى من حفظ المال، أولى من حفظ المال. وهكذا أكاكي يعني وجد الهدف من ما يسمى بترتيب المقاصد فيما بينها. أشو تكمل لنا المقاصد داكي وجي يعني إلى قيونته سندغن، وهو ما يتعلق بالعقوبات. العقوبة تاكي أخطر أنك الظلام لحون أوجد المقاصد. أين لحون العقوبة تاكي أوجد المقاصد؟ أخطر مدنا سنولي الإسلام. ما هو منهج الإسلام في محاربة الجريمة؟ هذا البكالوريا ما هو المنهج؟ يعني ما هو الطريق الذي اتبعه الله لكي يحارب الجرائم؟ يوكنا ذيك في خنونا سيناجي في ذركانين في مقرحانين. ما هو منهج الإسلام؟ منهج الإسلام يسعى طريقين. إذا وجد البكالوريا وكنت تفهم سهل يسهل طريقين. إلا منهج قناس منهج الوقائي، إلا المنهج الثاني قناس المنهج العقابي. منهج العقابي، المنهج الوقائي والمنهج يعني العقابي. يعني قفل الذي في ربي سبحانه ودي صب الآيات من العقوبات. دابور يتربي مدنا شو الإيمان. الإيمان هذا منن باش يخدمانا لا يرتكب الجريمة حبا في الله، حبا في الله، حبا في الجنة أو خوفا من الله. أفاش تلاقي المنهج الأول شو قرناس الجانب الوقائي. أكينين كيف يتم ذلك؟ ينس بالطريقتين: تقوية الإيمان والعبادات والأخلاق. دو شوز. المنهج جا مزوار منهج الوقائي. قال الوقاية خير من العلاج. إذا قبل الطريق العلاجي العقابي إلى الطريق الوقائي. دونك منهج الإسلام في محاربة الجريمة ذين سهل: الوقاية والعلاج. الوقائي هو تربية الناس على الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان أن هناك جنة والنار، الإيمان أن الله سيحاسب الناس. أمر الأول. أمر ثاني تربية الإيمان على العبادات. الصلاة، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تربية الناس على الصوم ليتحكم الإنسان في نفسه، يربي نفسه على العبادات. وكذلك تربية النفس
على الأخلاق، الصبر، الإحسان، العفو، فعل الخير، تربية على الأخلاق. إذن الجانب الوقائي ماذا يعني ستذكر في الجانب الوقائي؟ تذكر شيئان. الشيء الأول الإيمان، الجانب الإيماني، هضرت شوية في الإيمان. الجانب الثاني العبادات والأخلاق. وجي أميس نسميه وجي الطريق الأول وهو المنهج الوقائي، لأن الوقاية خير من العلاج. بارطاجيت اليزي لافينو ان شاء الله كداوي من الباك اكثر من 16 17 ان شاء الله ديال العلوم الاسلاميه. بارطاجيتو ماكسيموم بارطاج باش داوين الفايده اثاوين واذا كيساعدين ياكل لي زيلافنا دي ثمور هذه لي فيلاج دي لا فيل. وقي الجانب الوقائي الجانب الثاني العلاجي وقي وضع الله العقوبات. قال لك اذا كان الانسان لا ينفع معه الإيمان ولا العبادات ولا الأخلاق فالله وضع العقوبات. إذا كان نكشم مباشرة ما هي العقوبات التي وضعها الله، فهناك ثلاث عقوبات. العقوبة الأولى تسمى القصاص. العقوبة الثانية الحدود، الحد. العقوبة الثالثة التعزير. ثلاثة. القصاص يمس البدن، الجسم. إذا قتل الإنسان إنسانا عمدا، نهضر في الجريمة، فالعقوبة أن يقتل. تسمح عائلة المقتول ويدفع الدية، أي مبلغ من المال. وقال القصاص. إذا القصاص هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. يروح واحد باش يروح مثلا يدخل داره ويعميه باش يسرقه عمدا، القصاص هو العين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف والأذن بالأذن. وكم يسقارن القصاص. العقوبة ما هو كيف تسمى القصاص. أكينين دي البكالوريا ما هو المقصد؟ مقصد هذه العقوبة حفظ النفس. حفظ النفس. النغال الحدود إذا كاين ذي القرآن هل تحفظ آية في القصص؟ كثير من الآيات، مثلا قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والجروح قصاص، كلمتين تحفظ سهل. والجروح قصاص. وجي إذن من حيث القصاص. العقوبة الثانية الحد تعريف في نص في الشرع أو في الاصطلاح هي عقوبة مقدرة شرعا، عقوبة يحددها ربي، حددها الله سبحانه وتعالى، وهي خمس يقول هذيك من داخل الحد 5. حدد الله العقوبة تسمى الحدود. إلى حد الزنا 100 جلدة وهي الفاحشة. حد القذف، ما تقذف ضيون تشوه سمعته 80 جلدة. ما يهمش شحال 80 100 وقلت سكنها تصنش تاقي البكالوريا، المهم تسن أنه حد شرب الخمر وهو 80 جلدة. حد السرقة وهو قطع اليد، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. حد الحرابة إذا ما كاينين ولا فاهمة كلش. الحرابة هو قطاع الطريق، أعلنوا الحرب على المجتمع، فالقاضي يمكن أن يقتله، يمكن يقطع يده، يمكن نتذي والد ما أشو يرتكبا. إذا 5 قلن حدود. دوك ما ينسد حادثة في السرقة الحد. كاين ما هو نوع العقوبة الحد بالضبط أشوت هو قطع يد السارق. وقال سيدنا الحدود. ما هو المقصد؟ 5 يقاشوثن. شرب الخمر حفظ العقل، الزنا والقذف حفظ العرض، الخمر حفظ العقل، السرقة حفظ المال. إذن الحرابة إذن حفظ كل المقاصد، خاطر وين ما يجزم فريد يضيع الأمن
ويعتدي على النفس ويعتدي على العرض ويعتدي على المال. فاش تجي حد الحرابة ومنسمى نكون سماس الحرابة أخاطر ربي سماس إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وكذا اسمه يسمى ربي حرب على المجتمع. وكذا جي الحدود وكذا جي إذ الحدود. وثلاثة العقوبة الثالثة شو؟ التعزير. التعزير ذي اللغة هو التأديب. التأديب باقي التعزير راكي خدمة الصحابة. أمزوالوك خدمة تأديب عمر بن الخطاب. أفعل يخدم أخاطر يولى في بعض الأحيان هنالك بعض الجرائم لم تصل إلى الكبائر في القرآن، لا القصص فيها ولا الحدود فجعل ما يسمى السجن للتربية. وجي عقوبة مكاس نسمي العقوبة يجي التعزير. إذن هي عقوبة غير مقدرة شرعا. من الذي يحددها؟ الحاكم القاضي هو الذي يحدد لنا التعزير. التعزير إذن هي عقوبة ثلاثة قلان: القصاص، الحدود، وخمسة قلان داخليس، والتعزير. نولي ثورة يزمر قبل نكفواكي نولي الأسئلة نون أنا شوية أفنشتاي يزمر كيني يون أدفكن مثلا سؤال أكينين هذه العقوبات لها خصائص ماشي كيف من القانون أي يخدم الإنسان، خصائص تمتاز. بماذا تمتاز؟ السنيض هي عقوبة شرعية أي الله الذي وضعها، هي عقوبة عادلة، هي عقوبة تمكن لنا ذي الحادث السرقة فيها المساواة، لا نفرق بين الناس ولا نفرق بين الغني والفقير وبين القوي والضعيف. رابعا فيها الرحمة، أخطر ند يمكن مثلا ذي القصص أن يعفو عائلة المقتول، تعفو أنه حال دية أنه يمكن إلى الشك في الحدود فلا نطبقه. لكن بالك وقيل دواقي سي با سور الشهود نفيون سي با سور فلا نطبق ما يلي الشك. فإذا تمتاز بالرحمة، الرحمة. إذا 4 كلمات ما يلي يسد سؤال مخ بماذا تمتاز العقوبات في الإسلام؟ هذه هي عقوبات شرعية، عقوبة عادلة، عقوبة فيها الرحمة، عقوبة فيها المساواة. أثن كفى درس النظام ويمنقر العقوبات أو منهج الإسلام في محاربة الجريمة والانحراف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أندا نحفس أنا نخدمك الدروس أندا نحفس وقال السؤال يقول قاضي ديني لي لا فقط من يعطونا كنحفس داكن بعد ديس السؤال نو أنا نحفس ندكسن 3 دروس تزرامثن حجة الوداع، علاقة المسلمين بغيرهم، والبيوع أو المعاملات الجائزة 3 ياكي. هناك الدروس الأخيرة مستبعدة ولكن يزمد السؤال كثني غريون سلعقل، وهي حديث الحرية والميراث وكذلك 3 الربا. وقال لك الدروس نقولها كذلك ديك شمر أداس 4 النسب، الكفالة، التبني. ولكن زمان دير لي سؤال بقول لك Taka inek je m'adresse pour les étudiants, partagez, c'est dans votre intérêt. صحيح Taka. Déjà dit, on n'a pas pu cette chance. Barakallahu fik الشيخ. الله يعزك Taka. أثن حكيمك شمد الله يعزك يا حكيم. نذاك شمد دونك نكمل لقينا الشيخ الربا ثيم غارة وتفيم غارة الربا أثيد نشرح إن شاء الله الربا يا أثيد نشرح. بارتاجيتو معنا، بارتاجيتو ماكسيموم، بارتاجيت دي يوتيوب قاعد تبعن دي لا شين en même temps. إن شاء الله في ميزان حسنات. إنك تعرف كلك صحابة الشيخ. أشو صحابة؟ أشو لنا صحابة؟ تعرف صحابة؟ هيا سهل. يزمد فكنا عائشة رضي الله عنها تمطثن في أولا تمطثن في زوجة الرسول. ثانيا بنت أبي بكر الصديق، لسن أبي بكر الصديق. وثلاثة
عائشة هي من أعلم وأفقه الصحابة ثلاثة. ويس ربعة ماتت سنة 57 اللي كيدينا 58 هجري. فوالا كات فراس طريق سامبل. هي زوجة الرسول تمطث زوجة الرسول يلسن أبي بكر الصديق بنت أبي بكر الصديق، وهي من أفقه وأعلم الصحابة. ويس ربعة تموت 57 أو 58 هجري أمي كذبت صحيح. أبو هريرة ما يسد أبو هريرة تم زواروث دخل إلى الإسلام متأخرا أسقس 7 هجري، وأكبر راوي للحديث ويسين أكبر راوي للحديث. وثلاثة أبو هريرة هذه كنية لقبه الرسول أبو هريرة، نسى اسمه عبد الرحمن بن صخر وهو من اليمن. وصرفعة أم عائشة مات 57 58 لكن دينا 58 هجري. دايور ذنتك الزولن أف عائشة رضي الله عنها. 4 سين صحابة يتكن اون جينيرال إلا أنوان الحديث نيرني قلان وش في غرا. المهم إلا صحابي نثيد ثيدني داكي با بروبليم. الوقف الربا المقصد والقسم ما الفرق بينهما؟ إن دا وقي حميد دي يوتيوب إنك المقصد والقسم أشو الفرق؟ المقصد لان ثلاثة دننا ضروريات الحاجيات والتحسينيات ثلاثة قلان. زمان كاينين تحت أي قسم مثل دا سؤال نعم دا كيفانا أهدرنا في حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ المال. زمان دي وقيل القسم المقصود ذو خاطرني تحت أي قسم يندرج إذا هدرنا في 5 ياكي سي كلار. ما إلا خطأ في المقصد دين ما هو المقصد؟ لا كيسيون دا سكاكي. النعمان هو أول صحابي جليل، النعمان بن بشير هو أمكي قانا كي النعمان فهو صحابي صغير، ففاس صحابي وهو البشير، وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة، الولد يعني مباشرة السنة الأولى من الهجرة. لم يروي كثير من الأحاديث حوالي 160 167 بابري حديث. هذا هو ما أديني واحد 3 4 أفكار تكفي ماشي حياتي سكد أديني. نكمل ثورة نكفى أنوغال مصادر التشريع تكنتني داتاس ومنقر الإجماع القياس والمصالح المرسلة. بارتاجيت آيات مثلا تستمثين أصحاب الباك بارتاجيتهم ماكسيموم بارتاجيتهم ماكسيموم يوكن نكمل الدروس اكي يوكن نجاوب في سقسيين ديسن اما وكذاكي يعني ديسن دي يوتيوب اما وكذاكي الفيسبوك نكمل يذون. اذا نروح الدرس مصادر التشريع. امزوارو الإجماع تمزورو لابد أن نفهم ما معنى الإجماع. الإجماع طرح سؤال السنة الماضية في البكالوريا أو ما قبل السنة الماضية: هل وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الإجماع وجد في عهد الرسول؟ لم يوجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الإجماع بدأ في عهد أبي بكر الصديق، لأن الإجماع هو دليل آخر ما عدا القرآن والسنة. في عهد الرسول كاين غير القرآن والسنة. بعدما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كبعض الأمور جديدة بدأ لابد من الجواب عليها. بعض مسائل شراء الأمور الصحابة تحوسن الجواب في اللسنت. الأمور من بينها في الميراث من بينها ما يتعلق بالقرآن ككتابة القرآن الكريم. فالصحابة اجتمعوا صحابة في عهد أبي بكر الصديق، نجمعا الصحابة يوكن جوبا ويقذيك سقسان في سقسين ولا حد. لا توجد المسائل لا في القرآن ولا في السنة. والمثال في الجدة، ميراث الجدة كم تاريث الجدة. فأبو بكر الصديق شاور الصحابة: هل هناك آية أو حديث
قالوا لا يوجد آية ولا حديث. فاجتهد أبو بكر الصديق، قال أن الجدة يقصد بها الأم، الأم يقصد بها الجدة، والأم ترث السدس 1/6، 1/6 مايلين للأولاد طبعا، ونكتب مع التفاصيل. فاتفق جميع الصحابة في الأخير أن الجدة ترث السدس، الجدة تساوي 1/6 الحافدينس مس نعم مسنيلس تساوي لو 1/6 الجدة. وكيما قال الإجماع، أجمع الصحابة، أي هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين بعد وفاة الرسول على حكم شرعي. اتفق كل المجتهدين sans exception، كل يتفقون جميع المجتهدين دون خلاف، لا يخالف أحد، نسميه الإجماع. الإجماع والاتفاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تتفق ولا تجتمع أمتي على ضلالة. وقيل الدليل الإجماع، وقيل معنى الإجماع اتفق نوك اليونانيميتي. من بعد لن نوعين من الإجماع: إجماع الصريح، إجماع السكوتي. من أنا وندش شحال إجماع نوعين. أفين غنسين أخاطر يمكن سكت بعض المجتهدين لم يصلوا للنتيجة، سكتوا ولم يخالفوا، سكتوا، أسنسميه إجماع السكوتي. ما إذا اتفقوا كلهم صراحة نسميه الإجماع الصريح. إذا جاء تعريف الإجماع السكوتي ولا الإجماع الصريح، أدنيني الإجماع الصريح هو أن يتفق جميع المشاهدين صراحة ولا يخالف واحد منهم. أما الإجماع السكوتي هو أن يسكت بعض من المجتهدين ولا يخالفون، هذا إجماع سكوتي. لكن نفكيد الأمثلة في الإجماع. أثناء بدأ المثال الأول أن الجدة ترث السدس. يمكن يأتي مثال آخر: أجمع الصحابة على كتابة القرآن في المصحف، جعلوه مصحف كتاب، يغال الكتاب. وقي أجمعوا في عهد أبي بكر الصديق، أجمعوا في عهد عثمان تشكيل وتنقيط القرآن. زيكو سار الشكل. إذا في عاون تروز إكزومبل: الجدة سدس، كتابة القرآن في مصحف، تشكيل وتنقيط القرآن. إذ وقيد الإجماع سي بيان سي كلير إي نت. لا ديفيرونس أونتر الإجماع أكد مصلحة المرسلة. إند ليلا فاكي لها سقسينس إناك ما هو الفرق بين الإجماع، مراتب الإجماع؟ لا يطلب مراتب الإجماع، لا بزاف بور ليلاف طلبنا راه مراتب الإجماع. دقيقة كان نولوك لي سقسيني دوسان في الإجماع: هل يجب أن نذكر الأشخاص الذين يرثون بالفرض؟ لا ليس شرطا أن نذكر، أن نعرف فقط بعض الأمثلة. ما هي مرتبة الإجماع؟ هذا ليس، هذا العنصر غير موجود، مرتبة الإجماع. دونك سي با لا بين يونا ديرنو إنو لحد ديال البرنامج. أسقسي النظام ندير سنك مثلا دي يوتيوب إند الفرق بين المصلحة. وقبل أن نوحى الفرق نكمل جوستومون ممكن نفهم المصادر راكي. إجماع سي بون. نروح دابور القياس. القياس ذي اللغة يبان أخيني ما هو قيس، ما هو مقياس هذا القسم، أي كم يساوي يعني ما يسمى ب لا سوبرفيسي. قياس تقدير، كم نقدره كم. وقيل قياس في اللغة. أما القياس في الاصطلاح ونفكر التعريف سهل ومهل، أم يقال سهلا ومهلا. القياس شوث أدنوي وث القضية، قضية يجي تشضيط ولا حد جيت في عهد الرسول أتتوالي لقتي لي حرام أتتوالي لا يوث القضية نظن تمشى فيها الغرس، قضية أخرى تشبهها مذكورة في القرآن أو في السنة. هذه القضية التي تشبهها في ماذا تشبهها؟ في الصفة في صفتها. نأتي بمثال:
المخدرات مسألة غير مذكورة، غير موجودة لا في القرآن ولا في السنة، ولكن تذهب العقل. الصفين، الصفة صفة، العلة صفة، تذهب العقل. تشبه المخدرات الخمر، والخمر يذهب العقل، الصفين يذهب العقل، فهو حرام، فهو حرام حفاظا على العقل. فالقياس ما هو؟ هو أن نسوي الفرع. الفرع هو مسألة غير مذكورة في القرآن والسنة، نسميه الفرع. نسوي الفرع بالأصل في الحكم، يعني نجعل الفرع يساوي الأصل في الحكم. الأصل هو المسألة التي تشبهها مذكورة في القرآن أو في السنة، والفرع مسألة غير مذكورة لا في القرآن ولا في السنة. ما دام تشبهها في العلة، دول شغلي فسني وقي أربعة يقي ذو كذا كذا الأركان بري: الفرع، الأصل، الحكم، والعلة. العلة السبب، السبب. إذن القياس هو تسوية الفرع بالأصل في الحكم، في الحكم. أذوال السن حرام أفيغا لأن لهما نفس العلة، سبب، سبب كيف كيف. دونك يا كات بارتي ذي القياس، ما تفهم الطرز فهم كلش: الفرع، القياس، الحكم، والعلة. الفرع مسألة نبغى نقيس شغل المسألة، أما نسمي يعني المشبه، المشبه أما اللغة. والأصل المشبه به أرغوص يتمشافي. الحكم أي الأصل كي حكم الشرع عليه، إن ربي حرام، إن فرض، إن واجب. أفيغر أخطر تسع العلة السبب، أفيغر حرام لأنها تسكر، أما الخمر كمثال. إذن القياس هو أشوث أن نسوي الفرع بالأصل في الحكم لأن لهما نفس العلة. سي طريق سامبل أن نسوي الفرع بالأصل، أي نجعل يساوي. في ماذا يساوي؟ في الحكم. أصل حرام، الفرع يصبح حرام، ومنقار نسويهما في الحكم. لماذا؟ لأن لهما نفس العلة، عامل مشترك ماتيماتيكمون وقدي لان سيونتيفيك سنن مقان العامل المشترك. جستمون العلة هو العامل المشترك بين الأصل والفرع. أما المسألة يجي هو الإسكار وجي ذي القياس. أشيني ثنا أركان القياس أربعة ثن هضرت في الأسر: الأصل، الفرع، الحكم، والعلة. أشيني أعرفها يسهل. الأصل هو ما ذكر في القرآن، هو مسألة أو أمر مذكور في القرآن أو في السنة. الفرع هو الأمر الذي غير مذكور يحتاج إلى الحكم، يبحث. الحكم يمكن يكون حرام، حلال، مكروه، مندوب، سا ديبون المثال. العلة هو السبب أو الصفة المشتركة بين الفرع والأصل. أكيني توقف كي الشروط، كان الشروط، شروط القياس. السنين الأصل لابد أن يكون دائما مذكور في القرآن أو في السنة. شطو السن لابد أن تكون العلة تساوي تماما بين الفرع والأصل. شرط النظام أن تكون العلة واضحة مفهومة. أمذاقي الإسكار فهمها فشوث إلا قتلي واضحة ومفهومة. فكيد بعض الأمثلة في القياس أنه أمثلة سهل. أمثلة مزولة دوكي: مخدرات تقاس على الخمر. والسين حرم ضرب الوالدين قياسا قول أوف. ربنا دوسنا لا تقول أوف ولا تقول لهما أوف. دونك الضرب أكبر من أوف، إذن هو حرام قياسا على ماذا؟ على كلمة أوف. حرام الحكم. السبب إيذاء الوالدين، أخطر تؤذي الوالدين فهو حرام. السبة كيف كيفيت أتوطط نا أترقمط نا أسينيض أوف
حرامك ويك. دونك قياس. اف كلمة اوف، اوف اصل، خاطر ربي تيدي ذكرن ديال القران الكامل. كاع هكا لي زيكزومبل من القياس. ما كدير كي الدليل القياس هاكي الدليل. السنيد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت فقالت له إن أبي مات وعليه حج. الناس ذا يموت وكان المفروض يحج ولم يحج. الناس هل أحج في مكانه؟ الناس النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لأبيك دين وكان يسعى ذم الدين وقضيته تريط هل يجزئه؟ الناس نعم. الناس النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك دين الله ودين الله أحق بالقضاء، ودين الله أحق بالقضاء. الناس إذا شو خدم الرسول ماذا فعل؟ قاس بين الدين والحج، يخدم قياس. وقيل الدليل القياس عند العلماء. أنه المصلحة المرسلة وكنا نكفو مصادر التشريع. المصلحة ذي المنفعة سمانا مرسلة أخاطر المنفعة يجي ذي مدني تيخدمن ولا نسلها ذي القانون. خدمن قانون المرور. هل إن ربي خدمت؟ نو. هل إن دو خدمة؟ نو. أفكيس مصلحة مرسلة، أي لا هي منفعة لم يأتي الدليل على وجوب فعلها أو عدم فعلها. فوالا سي طريق سامبل تعريف الناس. هي منفعة رآها العالم، رآها رجال القانون، رآها رجال الاقتصاد، رآها مخدم من البنك. مصلحة. المصلحة مخدم من قانون المرور مصلحة. أشو الفايدة الناس؟ مقاصد الشريعة. الدنيا المقاصد حفظ المال، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال. إذا المصلحة يجي هي المنفعة التي يراها القاضي، الحاكم، العالم في جميع الميادين. إذا المصلحة هي المنفعة التي لم يأتي الدليل على اعتبارها أو إلغائها. المصالح هاكي ونقال مصالح يوك القوانين يخدم اكتوالمون قناص مصالح. يوك القوانين ذي الاقتصاد، ذي العلم، قانون في الاجتماع، قانون في العلم، يوك القوانين مصالح مرسلة. كلش توثيق العقود هاكي يركل لي لوا مصالح مرسلة. دونك كاينه ديال السنة مصلحة مرسلة. نيمبورت كال لوا داز ديال البكالوريا فهي مصلحة مرسلة اون جينيرال 99%. أكينين في كيد الدليل حجية المصلحة أنوين ديجا لي زيكزومبلين ولا زقلينا ذا المصالح مرسلة. من ولا كتابة القرآن مصلحة مرسلة لحفظ القرآن. ميك خدم ند السجن عقوبة عمر بن الخطاب فهو مصلحة مرسلة. ذا المصلحة مرسلة. يعني الأذان الثاني عثمان بن عفان مصلحة مرسلة. مشكل القرآن مصلحة مرسلة. مخدم الان ثورة بار اكزومبل داخل الجامع انزل الميكرو نسل مليح القران الكريم مصلحه مرسله. ما نخدم ثورة الدرس كاكي فايبر هاكي اسقرا لايفاكي التليفون كاع مصلحه مرسله. اذا يركل لي اين ينفع ذي الدين ذي الاخرت ذي الدونيس ذي فهي مصالح الانسان مصالح وربينا يكون المصالح هاكي الهات واش نبكسا شروط. أكينين من ديال الباكا في كيد شورت السنين لقات لي مصلحة ياكي المصلحة عامة مصلحة عامة. إلا لقات لي مصلحة يقينية سور. إلا لقات لي مصلحة لا تخالف الشريعة. إلا لقات لي مصلحة تأتي تحافظ على مقصد من مقاصد الشريعة. أتكشم ذي الدين ذي النفس نعطي العقل نعطي المال انسي سويت. تساقي المصلحة المرسلة. دونك كما ثنا ليلاف حميد إن ياك لا ديفيرونس اونتر المصلحة إدينا والإجماع. يعني تري غراند ديفيرونس. الإجماع سي لونانيميتي يركلي. مي كل العالم أشو الدليل ينس. المصلحة شغل الدليل واحد يس. أما الإجماع ما نتفق يركلي. يعني غراند ديفيرونس. الإجماع يستلزم باش لي كلهم يتفقون. المصلحة يمكن واحد عالم يأخذ بالمصلحة والآخرين غير متفقين. يمكن عالم يقول كي يجوز هذا الامر هذا نديرو لان بناء على المصلحه.
Ça n'a rien à voir. Il y a une grande différence. وتقارنا لا كومباريزون يعني. سي لوان. خاطر واش تكومباري وتمشى فينا دي تو. تمشى فينا الإجماع لوي مام زمرنا ذيلين بعض يكونوا بعض من علماء داخل هذا الإجماع أخذوا دليلهم هو الإجماع. يمكن واحد دليله القياس، يمكن آخر دليله الآية، كل يوم نشوف. فوالا. سي كوا شروط العلة؟ نهضت في اللاس ود الحقدارة. نناد شروط العلة. بونسوار مليكة. نناد شروط شروط العلة. نناد أن تكون العلة ذي القياس أن تكون واضحة مفهومة. نناد كذلك أن تكون العلة مساوية تماما بين الأصل والفرع. علاقة لي مساوية. سين شروط هم الأهم. نكفى مصادر التشريع. النوح أريون الدرس كذلك تكنتد مليح لان سين دروس مهمة لقد نخدم ساقي خاطر الصح الدروس ساقي كي مزورة. والدرس الصحة النفسية والجسمية في القرآن الكريم. الصحة النفسية والجسمية في القرآن الكريم. إذن الدرس كيف يأتي في البكالوريا؟ تأتي مثلا آية أو حديث تتحدث عن الصحة، والسؤال يأتي الآية أشارت إلى المحافظة على صحة معينة، ما نوع هذه الصحة؟ اشرحها وكيف الإسلام يعتني أنه يحافظ على هذه الصحة مهما كانت الكلمة. المهم أدى السؤال نظن كيف يحافظ الإسلام على هذه الصحة. إذن هناك نوعين من الصحة، الصحة النفسية والصحة الجسمية. إذا جاءت الآية تتحدث على الإطمئنان، تتحدث على صفاء القلب، تتحدث على الإخلاص في القلوب، تتحدث على أن القرآن شفاء لما في الصدور، تتحدث الآية على أن الله ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا صحة نفسية واضحة. تحدث على الصدر، على القلب، على صحة البال. الصحة هذه الصحة النفسية. تتحدث على الصحة النفسية. إذا جاءت الآية تحرم أن نتناول شيئا لكي لا ينمرض، صحة جسمية. تأتي الآية تأمرنا أن نتطهر، نغسل، الغسل فهو صحة جسمية، يهدر في الجسم. واضح. الآية تتحدث على الصحة الجسمية. فهذه نوع من الصحة التي تأتي عادة. الله عز وجل يقول مثلا حرمت عليكم مثلا الميتة والدم ولحم الخنزير. حرم هذه الأمور. واضح. ليحافظ على الصحة الجسمية. واضح. إذن هنالك نوعين من الصحة النفسية والصحة الجسمية. من بعد يأتي السؤال كيف يحقق القرآن نغ الإسلام الصحة النفسية؟ أنه ولا الكور ذا قلت ولا الكور شو دينا أتفضل. هنالك طريقين كيف يحافظ عليه. كيف كان يفان هو تقوية الصلة بالله، وعن طريق الأخلاق، وعن طريق السلوك، وعن طريق يعني تزكية النفس. وقيل الجانب النفسي، الأخلاق، السلوك، الإيمان، العبادات، هذه هي. وديروا لها عنصرين: تقوية الصلة بالله، الأخلاق والعبادات. هكذا نقوي الجانب النفسي. كيف يحقق الإسلام الصحة النفسية؟ بطريقتين: طريقة تقوية الإيمان وطريقة الأخلاق والعبادات. تلقى الصحة النفسية. من بعد التلميذ إذا كان يحفظ الآيات مثلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مثلا الآية قد النير وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم لو لايف هناك البوغ سي الانترنت نصح مرة يتلي فاصل، ولكن معليش نتكمل نكوني خاطر الدروس ماشي ديون. نتكمل انا ما نخدم اون فيزيون جينيرال.
وقي إذن منقن كوني إذن عن طريق تقوية الصلة بالله، ويدخل كذلك فيه كذلك الفهم الصحيح للوجود والمصير. يعني هذه فهم الإنسان نمانيس، هذه فهم يعني سوى يلحو، هذه فهم الدنيا، هذه فهم الوجود والمصير. وكذلك يعني يدخل في الصحة النفسية، الفهم يعني الصحيح للوجود والمصير، أن يفهم أن الله عز وجل خلقه للآخرة، أن إذا ضاع شيئا له في الدنيا فالله يعوضه له يوم القيامة في الآخرة. يعني يفهم أن الله خلقه ليعمل الخير ويتبع الطريق المستقيم. وكذلك هو طريق وهو الفهم، كيف نسميه؟ الفهم الصحيح للوجود والمصير. وكي يعني في الصحة النفسية. أنا عندي الصحة الجسمية، أكيني زمان ثانية كيني التعريف الصحة النفسية. الصحة النفسية إذن هو أن يكون الإنسان طبيعيا خاليا من الأمراض النفسية، ويسعى ومنقن كوني العقد النفسية، أن يكون إنسان طبيعي وليس له أمراض نفسية. أما الصحة الجسمية هو أن يكون الجسم صحيح معافى خاليا من الأمراض التي تصيب البدن، ويسعى اون مالادي. هذا هو الصحة الجسمية المعنينس. أي تبقي دقي السيارة هذه الويفي بور وكذا خطر من دي تبقي وقي إن شاء الله ديلي الويفي لا جيسبير بور يوتيوب أقي. أما فيسبوك لي بيان وقي خاطر دي فوت تروحوا نو ريسي في الكونيكسيون فوالا توالد الويفي. إذن أخيني كيف يحقق الإسلام الصحة الجسمية؟ يحقق عن طريقتين: الالتزام بالسلوك أو بالسلوكات الصحية. شو المعنى الوقاية؟ الالتزام. شو اللي كذلك الالتزام العلاج، يمكن الإنسان إذا كان مريضا يعالج بدنه ويعالج جسمه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتداووا ولا تداووا بحرام، خير الدواء الكي. تصيق لنا نقول نشتاقي إلا الوقاية من الأمراض، أن لا نقترب النجاسات إلى غير ذلك. وكذلك الالتزام بالسلوكات الصحية وعدم والبعد عن كل ما هو حرام. وغير كل الالتزام يلتزم بالسلوكات الصحية. وقف في الأمر الأول. الأمر الثاني المذكور من الوقاية كذلك يدخل فيه الإعفاء عن بعض الفرائض. ربي سبحانه رخص للمريض أن يستعمل التيمم، رخص للمريض أن لا يصوم. إذن ما تسد الآية أني مثلا: فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. السنة ذاكيه ربي في صحة الجسم واضحة، صحة الجسم. لكن ما هو الطريق بالضبط؟ السنة وقي الإعفاء عن بعض الفرائض. إذن ما يسد التيمم كيف إذن طريق المحافظة على الصحة الجسمية لنسيني فردان الالتزام بالسلوكات الصحية وهو الوقاية من الأمراض والعلاج. وكذلك الأمر الثاني الإعفاء عن بعض الفرائض. ربي يعني رخص التيمم، رخص للمسافر قصر الصلاة، ورخص للحامل لا تصوم، ورخص الرخص أياد من الحاجيات من الدروس فيما بينها الحاجيات. وقي منقلكني إذن الصحة النفسية والجسمية في القرآن الكريم. ثم إلا حدد نهضر في لس مهم أخيني بار إكزومبل سفغيت عندنا في الآية أي آية سفغيت الحكم خاطر ساعة ان بوان توجور الحكم والفائدة. أدفكن آية أي آية مثلا أي آية في قضية نعم تجد بار إكزومبل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. استخرج حكما وتفلسفة ناطس. ننظر إلى الآية واضح أن الصوم فرض. الآية تشير أن الله فرض علينا الصوم شهر رمضان، هذا الحكم فرض أوجب. أدن في الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يستخرج حكما إذن ذا الحرام ذي حكم. تبين الآية أن الله حرم
أن نأكل لحم الخنزير سكلا وتفلسي فرطس وخدمنا الحكم على شكل يعني ميقان كيقيتولا ان تيتر آية خد خمطك في الدنيا. الآية تشير أن الله حرم أو حرم الله كذا. أكين يفقد الفائدة يسهل. بينت الآية أن شهر رمضان أنزل الله فيه القرآن، أي جملة مفيدة. سيتو جملة مفيدة، سي سا الفائدة، جملة مفيدة. بينت الآية أن المريض يستطيع أن يفطر في رمضان، حوج غاية يصل الحرام مكروه سنة مندوب. المهم الفائدة، المهم الفائدة. وقيل نشير إليه. وقي فيما يتعلق إذن المصادر نكفى أدنغال الدرس اللي أظن ميلو لي كيسيون امبورطونت. موقف موفق إن شاء الله شيخ، الله يعزك. عن طريق العبادة كالصلاة، نعم وقي واضح. ساكوبي شوية، نعم ساكوبي ساكوب باسكو الذي لا 4 جي اريعتتوها الوي في. فوالا صحاب يوتيوب افين شكتوها ان شاء الله سافا با كوبي. وقي اريعتت الوي في إباحة أكل رمضان للشخص المسافر والمريض، نعم. وقال قد الأمثلة وهي الوقاية والإعفاء عن بعض الفرائض. ما هي مرتبة الإجماع؟ الند وليش مرتبة الإجماع؟ ولا حدث كعنصر. سي كوا السوجي؟ الند السوجي بوساكي سير كل الدروس التيرمينال. القيام، نبض القيام وتسوغارة الربا مازال خطأ. القيام إيه البلوز امبورتون. أولا القيام هي الأخلاق. القيام هي الأخلاق، هي الأخلاق الحميدة التي جاء بها القرآن. القرآن جاء بالأخلاق مثل الإحسان والصبر والصدق والحياء والمودة والتعاون والعدل والشورى. هذه هي القيم. القيم أشحال أنواع القيم؟ 3 أنواع: قيم فردية، قيم أسرية واجتماعية وميم طون، وقيم سياسية. 3 أنواع من القيم. قيم الفردية أنواع 3: الصدق، الأمانة، الصدق، الأمانة، الحياء. بدأت نوالا غرصت. القيم الأسرية والاجتماعية: المودة والرحمة، المعاشرة بالمعروف، والتعاون. سنة أسرية يوث اجتماعية وهي التعاون. القيم السياسية 3: العدل، الشورى، والطاعة. أمكد يسدي الباك أدس الآية: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أكيني في الآية قيمتين من القيم، استخرجهما وبين نوعهما. قال هنالك قيمتين، سوفغي ثنتيت ورد القسم نست نع النوع نست واشرحهما. داود الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. القيمة الأولى الأمانة. الأمانة. القيمة الثانية العدل. الأمانة قيمة فردية، العدل أسر قيمة سياسية. هكاكتفا يشرحهما. كان يشرح ولي مليح لا استراتيجي أمي تم زواروث خاصو دنا نارا أتخمض تعريف. عرف القيمة، عرفها. تسنث تأتي بما تعرفه من الشواهد، آيات أو أحاديث. ثلاثة تأتي بالأثر، الأمور يعني الجميلة التي تأتي بها هذه القيمة. مثلا 3 يجنسها الأمانة هو أن ترد شيئا لصاحبه ولا تأخذه. زمان داود الجملة كتشينيا كاكي خاطر المفهوم ماشي التعريف اللغوي الدقيق، نو.
الدين الصدق هو قول الحق، وهو ضد الكذب، وهو مطابقة القول مع الواقع. لقد وضع التعريف المفهوم للأمانة. الحياء هو خلق من الحشمة، وخلق يمنع الإنسان من ارتكاب الحرام، يمنع الحياء. هذا التعريف، لابد من تعريف. هذا هو تمام سقروي، لابد أن تأتي بالتعريف وبالمفهوم حسب ما تعرفه وتفهمه، لابد من المفهوم. ثم تذكر ما تحفظه من الآيات. مثلا الصدق هناك سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قيل مثلا الحياء لا يأتي إلا بخير، وقي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سهل الحفظ، إن الحياء لا يأتي إلا بالخير، وقي حديث حفظ مثل الحياء لا يأتي إلا بالخير. الأمانة كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمينا في قومه، وقذ دليل، وكان يرد الأمانات. ويوم الهجرة إلى المدينة كلف علي بن أبي طالب ليرد الأمانات. أود القصة هي جدا يخطوها في الأمانة، وقذ دليل والشاهد. مثلا بود القيم 3 أدفكت والأثر والمليح ينطر استراتيجي في الأثر. إلا الأثر يعني مشترك بين كل القيمين، حفظي فوق خطر ير كل القيمين. أمزور الأثر أن الله يرضى بالإنسان الذي له هذه القيمة، يوك القيم يوك سونز اكسبسيون، رضاء الله سبحانه وتعالى يوك سناث نيل الأجر يوم القيامة. ير كل القيامة الزمرضة تفتض الأثرات، نيل الأجر يوم القيامة. 3 سبب من أسباب دخول الجنة. 3 يجي الزمرضة أتي دفكت بولي يركل القيام. 9 أبري تزيد بعض من الأثر الخاص. مثلا إذا تحدث عن القيم السياسية تزيد ما له علاقة بالسياسة، تقوية مثلا الروابط بين الحاكم والمحكوم، تكون الدولة قوية، يكون هذا النظام قويا، ينتشر الأمن في المجتمع، وقاقي خاصة بالقيم السياسية. ميل القيم الأسرية تزيد أثر الأسرة، ينتشر المحبة والأخوة داخل الأسرة، يتربى أفراد العائلة والأولاد في جو من وكنف من الرحمة والمودة. تزيد بعض الأثر التي لها علاقة بالأسرة. القيم الفردية حب الناس لهذا الشخص، حب الناس له، والناس ربما يسألونه، الإنسان الصادق، الناس ربما يتركون أمانتهم عنده لأنه أمين. هذا أمور التي لها علاقة بالفرد. هذا هو الدرس القيم. 3 قيم أخرى أسرية. المودة هي المحبة والرحمة بين الزوجين. المعاشرة بالمعروف هو المعاملة الحسنة بالخير بين الرجل والمرأة. تعاون هو أن يتعاون الناس فيما بينهم، وأمرنا الله بذلك، وتعاونوا على البر والتقوى. العدل عرفنا فيما مضى، وهو أن نضع الشيء في مكانه. الشورى هو أن نطلب للناس أو أن يأخذ الحاكم رأي المحكوم. الحاكم يأخذ آراء المحكومين. الشعب كما نقول نحن الديمقراطية يشبه ما يتعلق بالديمقراطية، هو أخذ آراء الناس، أهل يعني الرأي، أهل الرأي يعني بشروط غير ذلك، هذا يعني شيء آخر. هذا هو الشورى. أما الطاعة هو أن تطيع الحاكم العادل نطيعه. حاكم يعني المسلمين، أوجب الله طاعة، واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أكجي أمر الله عز وجل، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطاع من الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو القيم. أنولي ثرى قيم فردية سياسية: الأمانة والعدل
وهو صلى الله عليه وسلم نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين كما ذكر الشيخ توفيق في يوتيوب. نعم، أنه تبارتاجيت مازال يعني بعض الأمور. الحياء قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تستحي فافعل ما شئت. نعم صحيح، هو حديث إن لم تستحي فافعل أو فاصنع ما شئت. نعم. السي خي الدار نولي الميراث ذاكي نيك الميراث التروازيام. ما هي مرتبة الإجماع؟ إباحتك لرمضان دونك ذاكي تولي الربا وكذا الميراث القيامة خميس نيت. شكرا. ما هي الإجماع؟ دونك أنا نولي أمي قارك كيثورا الميراث. أولا الميراث الكلمة يجي الميراث، كلمة الميراث هو الشيء الذي يتركه الميت، قرص الميراث. أما علم الميراث، علم الميراث هو العلم تمسني الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث وكم يرث. ترواشوس وقيد العلم الميراث. وقد ذكره الله عز وجل في القرآن خاصة في سورة النساء عندما ذكر مثلا لأمه السدس، لأمه الثلث، عندنا ولهن الربع مما ترك، ولهن الثمن، عندنا ولهم النصف إلى غير ذلك. فقد ذكر الله للذكر مثل حظ الأنثيين كثير من الآيات. العلم جي يسعى من قركني علم الميراث جي، علم الميراث له ما يسمى أسباب. ما هو السبب لكي ترث؟ ما هو سبب؟ إما أن تكون قريب قرابة، وإما أن تكون زوجا، أي فيه سببين. إذا جاء السؤال ما هو أسباب الميراث، سببين لكي ترث، إما القرابة إما الزواج. الزوج يرث من الزوجة والزوجة ترث من الزوج، والابن يرث من الأب، والأخ يرث من الأخ، الأخ يرث من الأم، الأم ترث إلى غير ذلك. فهذه يسمى القرابة. سببين. أكيني أركان الميراث ثلاثة: الوارث الذي يرث الحي، والمورث الذي مات، والموروث أي تركة أي ما تركه الميت. ثلاثة: الوارث، المورث، والموروث. قناس التركة وقناس الميراث. أكينين ما هي شروط الميراث؟ إسهال. شروط الميراث أن نتأكد أن الوارث حي. أشوفوا مليح. أن يتأكد أن الوارث حي. أن نتأكد أن المورث مات. نتأكد أنه مات. ثلاثة: أن لا يكون مانع يمنع الوارث أن يرث، مثل القتل يمنع. القاتل إذا قتل أباه فلا يرثه. ثلاثة: تأكد حياة الوارث، تأكد موت المورث، وعدم وجود مانع من موانع الميراث. أكيني التركة لها حقوق. هل مباشرة لن 100 مليون ترك 100 مليون، هل نقسمه مباشرة على الورثة أم هناك حقوق؟ لا، هناك حقوق تسمى حقوق التركة. إذن هنالك 4 أمور. أولا نخرج ديون. ثالثا ننفذ وصاياه. ثالثا نجهز الميت. والترتيب ينس: أولا تجهيز الميت، يعني نجهزوه الدفن كذا من أموال الميت. نرد الديون. 2 ننفذ الوصايا. ورابعا نقسم الميراث على الورثة. 4 مرتبة. وقال قناة سمك العنصر ينس حقوق التركة. الحقوق التركة قد جاء 100 مليون صار الحقوق، ماشي مباشرة نوزعها على الورثة. نو، الدنيا لا بيمير دي شوز اد نكس نحو كل ما يتعلق بالميت، تجهيز الميت. ثانيا نخرجوا الديون، الناس اللي تسلوا. ثالثا إذا كان وصى ما مثلا شوية تاع المال للفقراء نحيوه نمدوه للفقراء، الوصية. رابعا نقسموا التركة هذه على الوراثة. الآن ممكن يأتي سؤال: طرق الميراث
كاين طريقين ميراث كيفاش نوزعوه. كاين طريقة، اما طريقه الفرض اما طريقه التعصيب. هذا صعب في بعض الاحيان باش يفهموه التلميذ، ولكن هو سهل في الحقيقه. طريقه الفرض اي حدد الله كم ترث، 1 sur 2 1 sur 3 2 sur 3 1 sur 8، حدد النصيب. اذا الطريقه كي نسميوه بالفرض لانه محدد. طريق اخر يسمى بالتعصيب اي غير محدد، ياخذ كل المال او جزء المال او ما بقي من المال وكي غير محدد، نسميه بالتعصيب. كاين طريقين، بالفرض بالتعصيب. الفرض اي حدد له كم يرث بالدقه بسهم معين كالكسر، مثل 1/2. فوالا ويقاس بطريق الفرض. اما الطريق الثاني يسمى التعصيب اي لم يحدد له بل ياخذ كل المال او ما بقي من المال، ما بقي من المال يسمى طريق التعصيب. وكذا الاساس ديال الميراث، التعريف، اركان، اسباب، شروط، وطرق الميراث. 5 يجي، هذا هو الاساس. الربا، النوع الربا الذي سأل على الربا. الربا اغلبيه العناصر ديال الحفظ. تعريف زياده، الحكم حرام، الدليل وأحل الله البيع وحرم الربا، قال الرسول لعن الله آكل الربا. الحكمة أكل مال الغير بغير حق، طريق للاستغلال فيه الحقد والبغض والكره إلى غير ذلك، قتل روح التعاون بين المؤمنين وبين الناس. الحكمة. أشو الأهم إذن دي الربا؟ أنواعه، هذا هو، وقيل لابد أن تفهمه جيدا. الربا نوعين، ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون ربا البيوع. أما ربا الديون هو المعروف عندنا، هو أن يقرض إنسان لآخر 1,000,000 ويشترط عليه أن يرجعها له 2,000,000 بعد شهر. وقال ربا الديون وهو حرام. ربا الديون وقي حرام، ربا الديون وهو حرام. وقي قال ربا الديون. الآية نفس الآية، والحديث كاين عدة أحاديث على تحريم الربا. والربا الثاني قنس ربا البيوع، وله قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل اشوس وهو افين دابرس مانس البيع. ربا البيوع اخاطر شغل ديال البيع ونديري ديال البيع، ادما الذهب بذهب، الا ذهب لو بلون 18 كارا 22 كارا، وبدل نوع من الذهب بنوع اخر من الذهب ولكن بغرام مختلف، 5 غرام بور 6 غرام، وكي ربا البيوع نوعه ربا الفضل، أخطر يعني تفاضل 2 غرام 3 وكي أفضل منه، وكي قالت ربا الفضل وهو نوع من ربا البيوع. ذهب ذهب، الرسول ماذا قال؟ الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد، إلى سور بلاس ونفس الوزن. الفضة بالفضة كيف التمر بالتمر، شاعر بشاعر. صافي دير لقى الزرع عند يتيلي الربا ياك البيوع، يتيلي ذهب الفضة والنقود، الأموالاكي الكل، لورو الدينار، يتيلي ذي كذلك ذي بعض من الطعام، ماشي كل طعام، إلا ذي التمر، شاعر، لو بلي، يتولي ليغوم الساك قياسا، وكذا كان يكتيلي هذا في تشينا، البنان، التفاح، وقال شي ربا واحد، هذا وزال، انشير، طاولة، بورطابل، هذا في طوموبيل، هذا لا يوجد البيع ربا كواشتاي، نو، الامور قد الدنيا كان. دونك ذهب بذهب ما لا سور بلاص واقي بلوس افاقي بيع الصرفاقي، المعامله ياقي ربا لا يجوز. الى 5 غرام كونتر 5 غرام،
ما إلا الذهب بالفضة معليش 5 غرام كونتر 10 غرام للفضة مي سور بلاس. ولا غادي إلا الزكا يدفكر نهار شهر أبري يدفكر 10 غرام من الفضة نو سور بلاس. إما المي معليش ما يلي ذي النقود وقد الطعام وين معليش هادي غادي البيع العادي هكذا كان كيني تورا تمر ابري سومان يدخل الصاب يجوز وكي قناص يعني بيع عادي بيع عادي. اتبدل التمر التمر مختلف 2 كيلو 1 كيلو ربا الفضل ربا الفضل ام يقلق 1 كيلو كونتر 1 كيلو وتحوس غير كي لا كاليتي 1 كيلو كونتر لا كاليتي تفغيض ادا غادي نوتر كات زنز ام كيسينا النبي صلى الله عليه وسلم بلال بيع التمر يقول لنا فاشتري التمر الاخر انبدل تورا تمر بشاعر 1 كيلو غرام 2 كيلو غرام سور بلاص نورمال. مي وكان زكا انا ابري اون سومان 1 كيلو 2 كيلو ابري ربا ولا قال الامور قد النير كلي ولا قاذلين افيك لو طون اديك شم ربا النسيئه وين نسمى ربا النسيئه ربا النسيئه كيف تشكرت نسميذ الساقي ازد فكاض 5 كيلو 10 كيلو ابري سومان تمر ربا النسيئه. النسيئه هو التاخير خطر الاجل ومنقر النسيئه دوك ربا الفضل ربا النسيئه فوالا غا بابري الربا. دقينا استاذ الحريه الحريه ذي الحديث سهل وبسيط ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل الحريه الشخصيه انها لها حدود وليس للانسان ان يعمل ما يشاء. فذكر ان هنالك قوم دخلوا في سفينه كاين قوم من الفوق والقوم من تحت وهذوك اللي اصابوا لتحت كي يجيو ياخذون الماء يمرون على من فوقهم يعني يجيبوا الماء كي يهبطوا لتحت كاين يعني كل مره حرج قالوا نخرق نثقبوا المكان تاعنا مادام المكان تاعنا تحت يعني سفينه القاع تاعها نديروا ثقب ونجيبوا الماء. قال كون يخليوهم تغرق سفينه والناس كلهم يموتوا. هنا اذن ان حريه الانسان مرتبطه بحريه الاخرين وهذا الحديث دليل على كذلك تغيير المنكر لا يجوز نتركوه حتى تغرق كل سفينه. هذا هو الحديث يبين لنا ان الانسان مهما كان حرا فحريته مرتبطه بحريه الاخرين فلا يجوز له ان يفسد في المجتمع ولا يجوز له ان يضر الاخرين. داقين كفا اوكلي كيسيون تفكام صحيت الشيخ الله يعزك هل يدخل ربا في سيارة الند؟ لا يدخل يقترض سيارة ثم ارجعها بالوقود. إنك دقي اقتراض سيارة ثم ارجاعها بالوقود يمكن وقي ما لا يدخل فيها في ربا دقوقي فيها. لماذا؟ لأن عندما تقرض أحدا شيئا تقرض تستعمله دقي يستعمل تستعمل نعم يمكن يقول لك ارجع لي السيارة بالوقود نعم وقيل لا يوجد فيه ربا لا يوجد هذا ليس ربا وقيل لا يسمى بربا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. اليوم يعني نعاش مع أصحاب البكالوريا كيز كان إن شاء الله شرفا أدخل من مليح ديسي سهل إن شاء الله يخفيف أثني ثبت ربي إن شاء الله. دونك وقال الدروس كل الأهم نجاوب تقريبا يركل لي في اللسن نكتفي بونشتاقي ما ولا شي سقسيا. إذا كان ما عندكمش أسئلة نكتفي بهذا فيها كفاية حوالي ساعتين أو أقل من 10 دقائق. On échange de l'or 50 grammes avec de l'or 20 grammes plus l'argent. ذاقي إذا كان sur place 50 grammes ذاقي avec 20 grammes plus l'argent أكي قال 50 grammes d'or ذاقي استخلط يعني معاملتين خاطر ما إلى الذهب بالذهب ثاني ند 5 غرام كونتر 5 غرام ما إلى الفضة كيف ما إلى الذهب بالفضة يمكن يكون ماشي كيف أمر واضح. يمكن يكون إذا كان دخلنا هنايا عملة أخرى
يمكن أن لا يكون فيه ربا. الناس تو ديبون 50 غرام ماكي avec de l'or et 50 grammes avec 20 grammes plus l'argent. داكي ça dépend المعاملة تحتاج إلى التفكير. نعم كل قرض إن كل قرض جر منفعة فيه ربا. نعم هذا الحديث موجود كل قرض، ولكن داكي ماشي قرض. المثال اللي في كنت ماشي القرض، ماشي في كيس 50 مليون إناس نويد نو إناس تستخدم طونوبيلات تستخدم أمي قانا كي ثورا إلا شو تستخدم ذيس ودتوغالا كيف وهو ليسونس ماشي كيف داكي. أما المثال كل قرض جر منفعة وهو ربا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما إلا أستفكضيون الحاجة أستيني لا ميم شوزاك ديال مي أزدر نوض زيادة إذ وينا أمون قال الربا أنه على رداكي صحة الشيخ كن يا حوز ربي يثبتكم جميعا إن شاء الله. كل شيء مبروك صاحب لا سينكيام إن شاء الله. نعم النسب جوست ريفيزيت يسهل النسب une révision pareil en histoire géo la veille du bac ça serait tellement génial monsieur نقول وزمير غير صور جو باقي نخدم. الأمثلة عن المقارنة بين عنصرين موجودة يا شيخ. لا السيارة الند ماشي كيف لماذا؟ لأن السيارة تستغرق الوقود وتديرارا كيف لم نرجع الأمانة كما هي. أمر واضح واجي أمر واضح أزدرض الأمر أمشي لا أكيني أزدرض ليسونس يبوتس ليسونس من بعد واجي سنرى نفور فيك الربا دوك سي با لا بين دانسيستي سور واجي. نعم ما إلا الساعة بعض الأسئلة التي تمس إذا نزكى إن شاء الله التلميذ أي ما دي دم السوجينس دو باك ويتحوس على رابيدمون دي ريبوندي نو إلا قد يغير مليح من النص مهم. النص الآية أو الحديث هذه ولا شو إلان هذه ولا شو المعنى يناس هذه ولا شو قحفظ في اللاس شو قسن شو الدروس كتشم الآية كان الحديث هذه يعمق مليح في النص. مهم جدا فهم النص من البداية قبل بداية أن نجيب على الأسئلة. لابد من فهم النص جيدا. أمر ثاني لابد من قراءة السؤال من بدايته إلى نهايته، لأن في بعض الأحيان هذه مثلا ما نوع القيمة بين آية تندرج تحت ماذا، بين أثرها، نقرأ الجملة للأسئلة ونضع خط تحت كل كلمة مهمة. C'est très important de lire la question du début jusqu'à la fin. إيوا كنا نفهم مليح ما هو المطلوب. الأمر الثاني إذا طلب الفوائد والأحكام فنكتب في بداية السطر الحكم هو نقطتين، الفائدة هي، أو الأحكام نقطتين إذا كان حكمين، الفوائد هي. لا نخلطهما في عنصر فلا نعرف التلميذ أين هو الفائدة وأين هو الحكم. أشو نظن لي كيسيون يعني ندان ليلاف دي فوا ما يلي 4-5 أسئلة التلميذ مليح يترك أديج شوية لسباس بعد كل سؤال. إذا تفكر في آخر يعني ساعة حديث يمكن يزيد في الآخر. إذا كل سؤال لابد نترك له يعني سطر أو سطرين أو 3 أسطر حتى يمكن أن نضيف بعض المعلومات بعض الشواهد. في قضية السؤال إذا جاء تحدث عن قيمة معينة فالتلميذ يمكن أن يتحدث بغزارة، يعني يذكر يعني كما ذكرت الشواهد، القصص، الآيات، الأحاديث، الأثر، يكثر في الأثر، يمكن يكتب نصف صفحة عادي، الفوائد لابد أن تكون جملة مفيدة مختصرة، لا يجوز ولا يعني تكون على شكل فقرة، وإلا ليست فائدة صحيحة. فقرة لا.
فوالا بعض الملاحظات، بعض النصائح. يون دايما دي سعوم يقاك التركيز وتتغرى رام يقاك ثورة يعني أي شيء، ويعتمد على نفسه، يعتمد على الله، يتوكل على الله، يحسن الظن بالله وبنفسه، ولا يعتمد على الغش، فهذا حرام ما لا يفيد. فيعتمد على ما شرحنا، ويراجع بعض تعاريف اني حفظت نير كله، معنى العقيدة، معنى مقاصد، معنى الوقف، معنى كذا، معنى يحفظ يعني هذه معنى العقوبة، معنى الجريمة، يحفظ كنت نكتبك في ورقة، يعني يسهل عليه أن يعيدها قبل بعض الدقائق، قبل نصف ساعة من الامتحان، حتى يعني لا ينساها. أكن إن شاء الله يدنوسا ثاقران اللايف لا بريمير فوا نخدم اللايف ديريكت يسحب الباك، يعني الساعة ممكن حقيقة ولا يعني الحمد لله كون ودي مزورة. سي لا بريمير فوا نخدم اللايف، لي اللايف يقول لاش ديجا زيك اصلا، ولاش ثورة ديريكت سي تري بيان، سي وكن يعني اني لي مباشرة وقد لي زيلاف وقد اون كونتاكتي دول. ان شاء الله اكون يوفق ربي، ان شاء الله يركل لي مثلام، اكون يصفرح ربي، اكون يثبت ربي ان شاء الله، اوني يسهل ربي ان شاء الله البكالوريا كي ان شاء الله تداوين 100%. ان شاء الله دائما كل يلا سكواس ربي توفيق الولايه الناتي اللي تم زواروث ذي البكالوريا ان شاء الله، ولا سكواساكي اتي اللي تم زواروث، وان شاء الله يركو قادنين صغار نكوني خصيصا تيتوتافي لوجيك وقادي صغاران كيني تمنى غاسن يعني يوا كتداوين يركو لي، ولكن سلام يركو قادني غير حمل لنا التصل لي زيلاف اون دور اللي سينا دي فارالي اللي سيني ظن التمور يركو لي داخل لافي اللي تمثيل يركو لي ان شاء الله نوفق ربي ان شاء الله، ان شاء الله هاتي نصفر ربي، هذه صفر ربي وكل ثرونا وكذا يركو ذرونا، يا با دو ديفيرونس، يركو لي عندما لا يونادي دي البكالوريا ازكى ان شاء الله هاتي ثبت ربي ازديل دي ربي ان شاء الله ثبوران صواف ان شاء الله اوليس دوال الفايده اين اي كثير كل ذي الفايده ان شاء الله، هذه سعوف لاس اديني الاجر نادي الحسنات نادي لي بوان حوايج ان شاء الله اين يكثير كل هذه سعوف لاس تصل لي بوان ان شاء الله. ايوا كنا داوي الباكينس ان شاء الله، ان شاء الله غادي تفرح ربي وكتي واشولين ان شاء الله، ان شاء الله همكي خاكي ثورا اتفرحم ان شاء الله كون يوفق ربي دي يسر ربي داير ان شاء الله البكالوريا فسوس ان شاء الله روح مولا حد سي تانيك زعما نورمال كان روحهم يعني نورمال ركز مليح على ثوينات الدوام وين اي روح نسنيه يا قال ثوينات الداوي ما يونيني باتين مونطري فور معليش هذه روح العقليه ستداوي الصح التركيز كان تداوي ممكن ان شاء الله هكا كاين سوا طاسن الكازوز طاسن لي ميلفاي الوقت لي ميلفاي ناد وقت الوقت ناد يكون لي ميلفاي ذواقي جوست ابري الباك ان شاء الله اسمى دارن البكالوريا زينا يكون لي ميلفاي نحمل يعني ونادي وين غنسقسي كان بيان سور هكاكي ونتجا لايف ان شاء الله نعيش يذون يدير يذون ما يصل الفرح ذم قرحان ان شاء الله ادعوا معنا كان الدعوه الخير كان سيتو نكون نطلب الدعوه الخير وكنا ربي يجازي وكنا يتمتع قارسي اسماعنا وبحياتنا وباولادنا وبكم كذلك اني اللي ان شاء الله تسينا الحياه السعيده تساقيد الخير ما تخدم الخير ما تحوصل بليك تفيد الآخرين استفد يعني استفد نسيسيك وقي كل إذ هانيوك ولا شيء يغلبنا شيء ما إلا وقي الأنبياء كيان فكان يكل ذرث سنتو الفايدة بياض إن شاء الله وقي الدعوة تدعو يعني نتمتع بحياتنا وبأنفسنا وبكل النعم التي أنعمها الله علينا، وأكبر نعمة هي نعمة الدين الإسلامي. إذن تغي استعلم منك يسلم ذنك وكفى بالإسلام النعمة أكد جاون السرد لسر إن شاء الله يوكا تنجحم البكالوريا أكون يصفرح ربي يركم مثلام إن شاء الله أما الساعة غلثم أما الساعة فرحم أما الساعة أنسر ذاقية
يوكلي ثدار ذي ثمثينت لي صونيت طوموبيلات بيان سو سلاعقل كان سني خاطر سني زار لي جون خدمنا ربما كان الاخطاء ان شاء الله اكون يحفظ ربي اكون يحرز ربي يوكلي اكا ونجا لهنا ثلوث السرد لي سر اكون يحرز ربي ان شاء الله اكون يسفرح ربي ان شاء الله سلباكارولي ثاني ثنون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله اما ستفرح ميركم ان شاء الله.